السلام عليكم ورحمه الله. اليوم بغيت نصايب واحد المسمنات اللي تيجيو رائعين بواحد الحشو اللي تيجي اكثر من رائع. فقط غير تابعوا لا فيديو غادي تعرفوني علاش نهضر. سمعوا القرمشه ديالهم، تيجيو مورقين مقرمشين بواحد الحشو اللي تيجي من داك الشرفه. تجي العماره معلكه لينا، واحد الرائحه طالعه لذيذه. فقط تابعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير، راه ما غاديش تبقاو تستغناو على هاد المسمنات بطريقه سهله بسيطه وتتوجد بسرعه. نتمنى لا فيديو تتابعوه من الاول حتى الاخير وما تفلتوا حتى خطوه من هاد الخطوات ديال لا فيديو، وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعموا الفائده. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم. دابا ندوزو لا فيديو، وقبل ما ندوزو ضروري معنا نصليو على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. تابعوني وما تمشيو فين. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها وهي العجينه. غادي ناخذ هنا عندي واحد 5 كؤوس من كاس العنبه، بسم الله، ديال الدقيق الابيض. غادي نضيف عليهم 2 كؤوس ديال دقيق القمح او الفينو. عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، عندي معلقه صغيره ديال الملح. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نعجنو بالماء يكون دافي شويه ما يكونش سخون. بسم الله. المهم الكميه ديال الماء غتبقى على حسب العجين كيبغينا نتحصلوا عليه. صافي، هاد العجينه راه ما تتبغي لا دليك لا مجهود، فقط غير نجمعوها مزيان. هانتوما معايا. المهم غادي نسرع المقطع ديال العجينه باش ما ياخذناش الوقت في الفيديو. بسم الله. بعد ما تكون العجينه ديالي وجدات بحال هذا الشكل، شوفوا كي تجي، راه ما تندلكوها، غير تنجمعوها مزيان. صافي تجي رطبه بحال هكا، ما خاصهاش وما جارياش. غادي نضيف ليها قليل من الزيت ونوضعوها في واحد البلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح على الاقل واحد ساعه المكانه. راه قد ما تنخليو العجين ديالنا يرتاح قد ما تعطينا الطول في الخدمه وتيزيد يتدلك راسو براسو. غادي نستناو عليها كما قلت لكم واحد ساعه المكانه، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الحشو اللي غنديروا في هاد المسمنات. بالنسبه للحشو غادي نشارك معكم المكونات اللي غادي نستعمل. عندي هنا الزيتون اللي ما فيهش العظم، قطعته بحال هكايا. غادي نحتاج قليل من صلصه الطماطم، هي اللي تتخلي لنا هاد العماره تتكون معلكه. عندي هنا البصله، 2 بصلات كبار اللي قطعتهم في الهشوار. المهم الكميه تتبقى لكم على حسب الرغبه. عندي هنا الكفته، عندي خيزو اللي حكيته، وعندي واحد الفلفله كبيره خضراء اللي قطعتها. المهم لا عندكم الحمراء ديروها حتى هي، قطعتها هي في الهشوار. بالنسبه للتوابل عندي التحميره معلقه صغيره، الكزبر يابس مطحون معلقه صغيره، الملح تيبقى على حسب الذوق، سكينجبير معلقه صغيره، عندي الخرقوم معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال الابزار، وعندي الثوم بودره. نتوما بغيتو تضيفوا الهريسه تضيفوها. وكذلك غادي نديروا صلصه الصوجا. دابا ان شاء الله غادي نشحروا هذه المكونات. المهم اول حاجه غادي نديروا، بسم الله، شعلنا على البوطه بطبيعه الحال. غنضيف الزيت، غادي نضيف لهاد البصله، بسم الله. غادي نضيف الكفته. صافي غادي نخليهم حتى يتشحروا ليا هاد المكونات اللي ضفت دابا، عاد باش نضيف الفلفله ونضيف خيزو وباقي المكونات الاخرين. بعد ما تشحرات لي شويه البصله مع الكفته، بسم الله، غادي نضيف دابا الفلفله. غادي نضيف خيزو، غادي نضيف التوابل. بعد ما تقلى لي الخليط، بسم الله، غادي نضيف ديك صوص الطوماط. غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال صلصه الصوجا، تتبقى اختياريه. عندي هنا الربيع والمعدنوس مقطع،
هاد الزيتون اللي قطعت صافي، ونخلطوا الخليط ديالنا ونتسناو عليه حتى ينشف ان شاء الله ويطيب. ومن بعد غادي نضيف الشعريه الصينيه اللي غادي تكون غليت الماء وخويتها عليها باش ترخى، ونضيفوها هنا ان شاء الله. صافي غادي نخليه. شوف التعليكه ديال هذيك لاصوص الطوماط كما قلت لكم تعطينا واحد التعليكه زوينه رائعه للخليط ديالنا. اللي بغى يضيف الهريسه تنأكد اللي بغى يضيفها راه هي تعطي واحد البنه، اللي ما تيقدرش على الحار ما يديرهاش. صافي غنستناو على هاد المكونات تيطيبوا كاملين. هانتوما معايا صافي كيف ما تشوفوا من بعد ما تنشف لي تماما هاد الحشوه او هاد الخليط اللي صيبت معكم. هنا عندي الشعريه الصينيه، بسم الله. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين، نخليها واحد 2 دقائق تشرب لي هاد العطريه او هاد الشرموله اللي عندي هنا مزيان، ونخليوها حتى تبرد تماما، ونعمروا بها المسمنات ديالنا اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نصايبوا المسمنات ديالنا. من بعد ما كيكون العجين مرتاح واحد ساعه المكانه، شوفوا كي تيجي راه العجينه ملي تتخليوها ترتاح تدلك راسها براسها. صافي دابا غادي نشكلها كريات باش نصايبوا الشكل اللي بغينا اللي كما غتلاحظوه معايا. المهم تندهن سطح العمل بالزيت، بسم الله. صافي غادي نشكلوا كويرات صغار. صافي بعد ما شكلت الكريات بحال هكا غادي نغطيو عليهم بواحد الميكا ونخليوهم على الاقل واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه. دابا ان شاء الله غادي نبداو نقرصوا الكراسات ديالنا. غادي نحتاج عندي زيت نباتي باش نسرح مسمنات، وعندي الزبده اللي ذوبتها هنايا. من الاحسن ديروا زبده حيوانيه. هنا عندي خليط ما بين النشا والدقيق الفينو او السميده الناعمه رقيقه بزاف وخماره. بسم الله غادي نبداو باول وحده. صافي غادي نبقاو نسرحوا العجينه ديالنا او الكريسه ديالنا حتى تيبان لنا سطح العمل، نرقوها مزيان مزيان. المهم هما الصور غادي يوضحوا لكم. صافي دابا ان شاء الله غندير واحد رشيشه ديال الزبده، نديرو رشيشه ديال هذا الخليط. صافي وطوي المسمنه ديالنا. المهم راه ساهل، العمليه سهله ماشي شي حاجه معقده. نبقاو مستمرين بهاد الطريقه حتى نساليو كاع الكريات اللي عندي. نديرو ثاني رشيشه من هنا، نديرو قليل ديال الزبده ما نكثروش. صافي وتنستفوهم فشي بلاطو بحال هكا حتى نساليوهم كاملين. من بعد ما تنشكل المسمنات ديالي او الرغيفات يجيو على هذا الشكل، المهم تنغطيهم تيرتاحوا واحد ربع ساعه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نعمروهم. الحشو من بعد ما تيبرد مزيان تصبح على هذا الشكل ناشف. وكذلك غادي نحتاجو الموتزاريلا ان شاء الله. دابا ندوزو نشكلوهم. المهم تنبداو نصايبو المسمنات ديالنا، غنستعملو بالزيت. صافي نسرحو المسمنات ديالنا. تنجيب واحد القطعه ديال البيتزا تنقطعو حتى للوسط، يعني الوسط ديال الكريسه او المسمنه. صافي تنجيب القليل ديال داك الخليط تنحطوه هنا. نجيب القليل ديال الموتزاريلا تنجيبو هاد الطرف هنا تنبركو عليه بحال هكا من الجناب، تنعاودو نديروه فوق الموتزاريلا. المهم العمليه راه ساهله. نجيبو هاد الطرف الاخر هنا صافي وتنسدو المسمنات ديالنا من الجناب. ضروري ما تبركو بحال هكا
صافي كون تتصبح لنا المسمنه ديالنا نديروها في الطاوه اللي غنخشو في الفران. نعاود معكم واحده اخرى. صافي بعد ما ساليتهم دابا ان شاء الله غادي ندوزو ندهنوهم. عندي هنا بيضه كامله اللي ضفت عليها صلصه الصوجه، نحركوها مزيان. غادي نجيب واحد الموس ولا شي ززوار، المهم شي حاجه تكون ماضيه بزاف، غادي ندير لهم واحد الخطوط بحال هكا. عندي هنا حبوب الخشخاش. الفرن غادي نشعلو على درجه الحراره 250 درجه حتى يسخن مزيان، وندخلوهم يتشمعوا لينا مزيان، ياخذوا داك اللون الذهبي، ونقصوا عليهم يعني درجه الحراره مثلا 180، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى يتحمروا لينا كاملين، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. من بعد ما تيطيبوا المسمنات ديالي تيجيو على هذا الشكل، تياخذوا هذا اللون الموحد، تيجيو محمرين مجمرين كيف ما تلاحظوا. راه بهذه الطريقه اللي صيبت لكم راه تيجيو شي حاجه رائعه. انتم سمعوا القرمشه ديالهم، شوفوا القوام ديالهم كي تيجي من الداخل معلق. واللي وصل لهاد المرحله وباقي ما وضعليش لايك فضلا وليس امرا وضعوا لي واحد لايك، وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. الى فيديو قادم باذن الله. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته.